السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله. في هاد الدنيا كاينين ناس نساو أن الله فوق منهم، نساو أن الظلم ما كيدومش، وأن دموع المظلوم راها ما كتضيعش. اليوم غادي نحكي لكم على قصة مؤلمة، قصة واحد البنت مسكينة جات تخدم باش تعاون راسها وعائلتها، لكن لقات قدامها جحيم ماشي دار. راجل بلا رحمة كل نهار كيسبها كيضربها كيهينها وكأنها ماشي بشر. ولكن واش الظلم كيبقى ديما؟ واش ما كاينش عدالة في هاد الدنيا؟ خليكم معنا في هاد القصة اللي غادي تخلي قلبكم يتحرك، وغادي تعرفوا فيها شحال الظلم كيكون خطير، ولكن حتى شحال الله سبحانه وتعالى كبير وعظيم. تيحكي هاد السيد وتيقول: أنا واحد الراجل اللي عشت حياتي كلها في الراحة، في الراحة والفلوس. كانت عندي دار كبيرة، مرا وجوج وليدات، واللي بغيتو كاين. الناس كيشوفوني باحترام، لكن الحقيقة كنت عايش في الظلام. حتى وانا كنشوف الضوء كنت ظالم، كنت قاسي، قلبي حجر، ما كيرحم لا كبير ولا صغير. حتى الخدامة اللي عندي كنت كنشوفهم بحال شي آلات ماشي بشر. والمرا ديالي كانت كتشاركني في الظلم اللي كنمارسو، وعمرها ما وقفت في طريقي. واحد النهار جا عندي فلاح بسيط من المعارف ديالي، باين عليه مسكين ما عنده والو، وجاب معاه بنته باقا صغيرة. فاستقبلته بكل تكبر وترفع. قال لي: خذها تخدم عندك وتهلا فيها، واعطيني شي بركة في الشهر نتعاون بها مع الزمان. البنت تشبتات فيه كتبكي، ما بغاش تفارقو، ولكن هو مشى وعينيه دامعين وخلاها. وانا قبلت وشديتها عندي. من داك النهار بدات قصة الظلم ديالي. البنيته مسكينة كانت كتفيق قبل منا كاملين، كتوجد الفطور، كتهبط مع ولادي حتى للطوبيس كتوصلهم، وترجع وتنظف وتغسل تمسح. كانت كتجري، كانت كتخدم بكل تفاني. واذا غلطات كنت كنضربها، وحتى كنت كنصعقها بالكهرباء، ماشي مرة ماشي جوج، بزاف د المرات. انا ما كنتش كنحس وهي كانت غير كتبكي. الزوجة ديالي واخا كانت كتشاركني هاد القسوة على الخدامات السابقين اللي دازو عندنا، الا ان هاد البنت كانت كتبقى فيها وكتشفق عليها وكطلب مني باش نرأف بها وما نضربهاش. انا كنت كنقول ليها بتكبر: هاد النوع ما كينفعش معاه المعامله المزيانه. استمرت المعاناة ديال هاد البنت. في العيد حنا تنكونوا فرحانين، وهي مسكينه مشغوله بغسل الاواني وتنظف بلا رحمه بلا شفقه. في الشتا حنا دافيين بالشوفاج، وهي كتلوى في المنطا وتلويه على رجليها من البرد. بعض المرات حنا تنكونوا شبعانين، وهي كتشوف الطباصل اللي خاويين وما تقدر تقول حتى كلمه. وحتى عائلتها قليل فين كانت كتشوفها، وباها كتشوفو غير ملي كيجي كياخد الفلوس كل شهر. حتى لواحد النهار عيات ما تصبر، تقهرات وهربات، خرجات تشري الخضره وما رجعاتش. لكن انا ما خليتهاش تهرب، استغليت النفوذ ديالي وقلبت عليها. جبتها من البلاصه اللي كانت مخبيه فيها، ماشي باش نعفي عليها، ولكن باش نكمل عليها وننتقم منها. قالوا لي بلي كانت تعرفت على شي ولد خدام عند الجزار اللي في الحومه ديالنا، واتفقت معاه باش يتزوجوا وتهنى من هاد العذاب. انا ما تقبلش الامر، رجعتها للدار، ولكن رجعتها للتعذيب والصعق بالكهرباء والتنكيل والضرب. وحتى ولدي شاركني في هاد الشي. بنتي الوحيدة كانت كتبكي في صمت، وتشوف هاد البنت بعين الرحمة والشفقة. رجعات البنت مسكينة لحالتها القديمة واستسلمت لمصيرها. فكانت كل ما خطأت أو أجلت شي خدمة كنضربها بلا شفقة. مع الوقت بدينا كنلاحظوا أن البنت ما بقاتش كتشوف مزيان، كتشدها الدوخة، كتعثر في حوايجها، الكيسان والطباصل كيطيحوا من يديها. ديناها عند الطبيب، دوز ليها وقال لينا:
البنت ولات تقريبا شبه عمياء، ما بقاتش كتشوف مزيان، النظر ديالها ضعاف وما بقاتش كتشوف تحت رجليها. ورغم ذلك ما رحمناهاش، بقات خدامة ساكتة صابرة وما كتشكيش. حتى لواحد النهار عيات وملات وتقهرات، خرجات، ومن تما ما عمرها رجعت. حنا صافي سكتنا ونسينا، ولكن الله تعالى ما كينساش. دازت سنين، تقاعدت من العمل ديالي، خسرت النفوذ اللي كان عندي، والفلوس بطبيعة الحال بقاو، ولكن القلب خاوي عامر غير بالقسوة. والدي تخرج من الجامعة، تزوج، وكملات السعادة ديالنا من عرفنا أن مراتو حاملة. تزاد الولد، ولكن تزاد كفيف ما كيشوفش. كانت صدمة قاسية علينا، تحولت الفرحة إلى حزن عميق. قلنا قدر الله. مرات ولدي قررت باش ما تولدش مرة أخرى، خافت، لكن الأطباء طمأنوها وشجعوها، وحتى حنايا شجعناها، وحملات وتزادت عندها بنيتها بحال القمر وكتشوف عادي. لكن من بعد شهور فقدات البصر حتى هي. أنا في ديك اللحظة كرهت كل شيء، جاتني حالة اكتئاب حادة، ودخلت نتعالج في مصحة خاصة. تقبض عليا قلبي وتزير عليا. واحد النهار جالس كنشوف السقف وتنتفكر، جاتني صورة في بالي، صورة البنت اللي كنا كنعذبوها ونستغلوها. ضربني الضوء، عاد سرات معايا، واش هذا عقاب من عند الله؟ واش هادشي نتيجة ديال الظلم والحقرة اللي مارستها على ديك البنت الضعيفة، على ديك الدموع اللي بكى هداك الوجه الصغير، وعلى إهمال العلاج ديال البصر ديالها اللي أصلا حنا السبب باش فقداتو؟ تما قررت أنني نكفر على خطيئتي وذنبي العظيم، تنقلب عليها في كل بلاصة، ما خليت فين مشيت وشكون سولت، حتى أخيرا لقيتها بعد عناء طويل، خدامة في واحد المسجد كتهتم بالنظافة ديالو. مشيت لعندها أنا والزوجة ديالي، طلبنا منها السماحة، بكينا وقلنا لها رجعي عيشي معنا، حنا اللي غنخدموك، حنا اللي غنقابلوك، بغينا غير نكفروا على الذنوب اللي ارتكبناها في حقك. رجعتها معنا من بعد مشقة وإلحاح وإصرار كبير، وداز الأيام. كنت كنقول دائما يا ربي، يا ربي اسمح لي، راه الظلم ظلمات والحق راه نور. واخا القصة سالات، ولكن الرسالة باقية. الظلم ماشي غير جريمة، راه كيهد الكرامة ديال الإنسان وكيخلي جروح ما كيداويها لا وقت ولا ندم. هذاك الراجل اللي كان كيتكبر ويتفنن في الإهانة والتعذيب نسى بلي الدنيا دوارة، واليوم اللي هو قوي غدا يقدر يكون في موضع ضعف. خليو دائما الرحمة في قلوبكم وحسن المعاملة في تصرفاتكم. راه حنا كلنا عباد الله وكلنا غادي نتحاسبوا. الخادمة اللي كانت ساكتة ومظلومة راه عند الله ما ساكتاش، والله ما كينسى حق حتى شي واحد. كيف ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. ما تنساوش تشاركوا معنا هذه القصة وبارطاجيوها، يمكن توصل لقلب شي واحد وتبدل ليه حياته أو على الأقل أفكاره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.